بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أبو آدم وحور، شاعر بوهيمي نوستالجي، أعشق كل ما هو قديم وكل ما هو تراثي. والآن مع أولى قصائدي بإذن الله تعالى، وهي في حب مصر. أقول فيها: بعد الصلاة على حبيبنا محمد، خير الأنام وهدي البشرية، هنبدأ كلامنا عن جنة في أرضه كده بالبلدي وبالعامية، مهد الحضارة ومصنع الأبطال، قاهرة المعز الفاطمية، مصر الجميلة، مصر البديعة، على طول الظهر درة بهية، على مر الزمان فخر يا بلدي، يم العرب يا هاجر المصرية. واللي ما سألوش عن مصر، مصر التاريخ، مصر المهابة، مصر الأبية. مصر يعني النيل، يعني الهرم، يعني السماحة في وشوش أهلها والحنية. وانت ماشي في ساعة عصاري، ولا في مركب وعليها ساري، ولا شايف الخمسينة مع جارتك فيولا وجارك مينا، ولا حتى في رحلة سفاري، افرح انك مصري، افخر انك مصري، لان مصر بيك قوية. ايوه، مصر قوية بشعبها وبسماحة أهلها وبعطف ناسها على الغريب لما يدخل أرضها. مصر يعني الشموخ، يعني النبوغ، يعني العراقة، يعني الأصالة في العلوم، في الفنون، فيها حكمة وفيها علماء وفيها الشيوخ، فيها خرشد وفيها خيرت، فيها نجاة واحمد عدوية، فيها محفوظ وطه وحكيم، فيها السباعي وسومة وحليم. ولو فضلنا ظهر نتكلم من كتر الكلام هندوخ. مصر هتفضل طول العمر ولادة في كل مجال، مصر ريادة في التجارة، في الصناعة، في الفنون، في الزراعة، حتى الدعاة في دور العبادة. وفي العسكرية اتخلقنا قادة، وعلى الجيوش تدي التحية. نشوف شوية تاريخ بلدنا، نشوف كفاحنا، نشوف نبوغنا، والجبرت ياما قال وغنى عن جدودنا، عن تراثنا، كله شدى بحبك يا مصر. وتعيشي يا بلادي على مر الزمان، أمن وأمان، طهر ونقاء، حر أبية. وفي الختام، ولا يخلص أبدا الكلام عن مصر، لسه فيه كتير وأكيد للحديث بقية. صلوا على النبي الأمين، قائد الغر المحجلين، شفيع العاصين والمذنبين، سيدي أبا القاسم، أشرف الخلق أجمعين، خير من وطئ البرية. فكانت هذه أولى قصائدي في حب مصر. مصر الجميلة يا جماعة تستاهل مننا كل حب وكل خير وكل مودة. مصر، مصر الحضارة يا جماعة، مصر الحضارة. ندخل يا جماعة على تاني قصائدي التي ألفتها، وهي بعنوان العصفور الكثير. والقصة بتاعت العصفور الكثير دي، هو كان عصفور كنت شفته عند بيت والدي عليه رحمة الله، كان مكسور الجناح وكان بينزف وكان على مشارف الموت، فاستلهمت منه الكلمات اللي هقولها لكم، اللي انا سميتها العصفور الكثير. بقول فيها ايه؟ بقول فيها: سرحت ببص لقيت عصفور، نفسه يا عيني يعدي السور، بس يا قلبي جرحه كبير، يطير ازاي بجناح مكسور. شاف حواليه الطير بيطير، ساعر رزقه وهو كثير، والجناحات حواليه بترفرف، يعمل ايه ده الامر عسير. بص بعينه فيها دموع، وقعد يدعي بكل خشوع، وسأل ربه يفرج كربه، وباقي العمر يعيش مجبور. ربه بعتله اللي يداوي ألمه، يمسح دمعه ويزيل همه، ويفكره ان ربه رحيم،
وبعد الضيق فرج عظيم، وبعد العسر هنا وسرور. العصافير نزلت فرحانة تضحك ترقص تغني، والعصفور بصحابه متهني يحضن فيهم فرحان بيهم، ومن اندهاشه بقى مبهور. يلا بقى تهنى يا عصفور، جرحك كان علشان تدعيله، يسمع نداك وغمك يشيله، وكل ما ضاقت عليك واشتدت من غيره لهمك تشكيله، اهو ربك فرج لك كربك، عمره ما خذلك ولا ضاع املك، خلاك تجري تطير في العالي، ما هو انت عليه عزيز وغالي، ومسيرك في يوم هتعدي السور. شكرا يا جماعة. ودي كانت تاني قصائدي العصفور الكثير، بتكلم فيها عن عصفور مكسور الجناح. ربنا في الآخر خالص أتاح له الفرصة إن هو يطير يا جماعة ويحلق في الفضاء بالظبط كده يا جماعة، استنادا إلى المقولة اللي بتقول ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لن تفرجوا. هي دي بالظبط يا جماعة المغزى من العصفور الكثير. ربنا يجعلنا كلنا يا جماعة مجبورين الخاطر بإذن الله. تالت حاجة النهاردة هقولها لكم يا جماعة هي عروسة ماريونيت. عروسة ماريونيت بقول فيها ايه؟ العروسة الماريونيت اللي بتتحرك بالحبال دي، عارفينها؟ الحبال دايما بيحركوا لك كده. عروسة ماريونيت بقول فيها ايه؟ بقول فيها في دنيا الملاهي، في دنيا الملاهي عالم كتيرة، شايب وشابة راجل وست، فيها بلياتشو وفيها طبال، وفيها اللي رقصوا على الحبال، وفيها عرايس ماريونيت. وانا مش عروسة ماريونيت، انا فكرة حية وليها ذات، حبلي في ايديا مش في ايديك، في سمايا طاير بجناحات، حر بإرادتي حر بعاقدتي، مرة أضحك مرة أبكي، ولا كان في طبعي يوم السكات. أوعاك تطاطي الراس وتقول هعدي الريح، ارفع جبينك فوق فوق، ولو قلبك جريح، لو حنيت الراس عمرك ما تعدلها، يضيق عليك البراح مع إن الكون فسيح. مد إيدك للي خلقها وحده خلاه في الظنون، ربك بس عالم بحالها بكل مقاسيها ومتاعها، بكل الأسى اللي ساكن ضلوعها، يقول للشيء كن فيكون. ودي يا جماعة بقول فيها ان البني آدم ما ينفعش ان هو ينزل من قدره وينزل من كرامته وينزل من كبريائه، لازم تفضل راسه مرفوعة ومناخيره فوق في السماء، لانه لو حنى الراس وطاطا الراس اكيد هيقدم تنازلات بعد الموضوع ده كتير كتير كتير، وهتكون النتيجة لا بأس عليه فيها. يعني هتكون النتيجة ان هو هيندلك بقى خلاص، بقى انسان بقى معدوم الكرامة، زيرو كبرياء زيرو احساس، كل الحاجات دي. ودي كانت يا جماعة عروسة ماريونيت. رابع حاجة معانا إن شاء الله النهاردة يا جماعة كلمات كنت يعني حصل موقف معانا كده وبتاع، ففي الكلمات دي بخاطب والدي عليه رحمة الله. رحت في المكان اللي هو فيه فبقول له ايه، بخاطبه بقى على ظلم الأهل وظلم الأقارب وظلم، فبقول فيه ايه؟ بقول أنا يا أبي من وهبت لهم حناني ومحبتي، فباعوا حلمي وباعوا زماني وباعوني، أوقدت أصابعي شمعا لتحيا ذكراك بمقلتي، فأخمدوها وأطفأوا معها نور عيوني، قد فتحوا للغريب 100 باب وأوصدوا باب الوصال في وجهي فخذلوني، نسوا وتناسوا خوفي عليهم ولهفتي، فخسرت رهاني وخابت فيهم ظنوني، بالله لا تلومنني يا أبي على غفوتي، ما غفوت وإنما أوردوني ضرب الجنون، أنا من فقدتك يا وصية الله في أوج محنتي، فكيف أعود إلى عهدي مع من ظلموني، باق أنا على الرباط يا أبي في صحوي وخلوتي، حتى ألقاك فتعرف أني لم أخنهم ولكنهم خانوني. يا جماعة بتكلم فيها عن غدر الإخوات وغدر الأهل وغدر الأحباب وغدر الناس وغدر الأقارب وغدر كل من وثقت فيهم، يعني كل واحد
بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لما بدأنا ومع باقي أشعار أبو آدم وحور، والآن مع الشعر الخامس بعنوان ملعونة. كلمات ملعونة دي يا جماعة كان الواحد كتبها في الحادثة التي حصلت في مصر في سينا، بئر العبد شمال سينا، بتاريخ 2011. بقول فيها ملعونة، ملعونة أياديكم أيادي الغدر والخيانة، كيف سولت لكم النفس قتل المصلين، بأي ذنب بالله قتلتموهم ظلما وخسة، وقد كانوا لرب العزة ركعا ساجدين، أي مذهب وأي ملة وأي دين تعتنقون، وعلى أي حال بتم تلك الليلة مطمئنين، قتلتم أصحاب الجمعة وأصحاب الأحد بدم بارد، وتركتم أصحاب السبت في النعيم هانئين، فجرتم كمائن ومدارس وكنائس بقسوة، حتى المساجد لم تسلم بنساكها المتعبدين، ملعونة ملعونة أياديكم أيادي الغدر والخيانة، كيف سولت لكم النفس ترويع الآمنين، أي حقد وأي غل ذاك المكدس في صدوركم، وأي عار هذا الذي لطختم به الجبين، طاردتكم لعناتنا ولعنات من سبقونا أينما حللتم، فليس منا ولا فينا وجوه سفلة خائنين، استحللتم الدماء الحرام في اليوم الحرام بغلظة، ولم ترحموا طفلا ولا شيخا، بئس الفعل المشين، ملعونة ملعونة أياديكم أيادي الغدر والخيانة، ملعونة ملعونة والله ظهور وبطون أنجبت مثلكم، وسلام على شهداء الروضة في الجمعة الحزينة. شكرا يا جماعة ليكوا، وآسف عليكوا للإطالة. والآن مع الشعر رقم 6 من تأليفي وكلماتي، اللي بقول فيه هو رومانسي شوية، فبقول فيه حبيبتي حبيبتي يا من تحملت سخافاتي دون كلل، رسالة حب من أعماق الفؤاد تشتاقك، النفس تهفو إلى من كان بالوصل يغمرها، وقلبي العليل يهفو دوما إلى همساتك، اطلبي يا حبيبتي آمرة ماء جفوني، أفرغها في آنية تحت أقدامك، ليست عليك عيوني بمطلب عسير، وإن هويت سقما لن أوفي إحسانك، انشدي شمس النهار يا شقيقة قلبي، تأتيك مستمدة إشراقها من وجناتك، هلمي يا حبيبتي نروي ظمأنا بالأقداح، وننسى ما قد كان بيننا وما قد راح، فبالحب وحده تذول الهموم، وتشفى آلام وأحزان وجراح، الحب نبع ومن نبعك تسقى الأزهار، فترقص طربا ويغرد البلبل في بستانك، مر الزمان يا حبيبتي أن يعود، فأين عهودك والوعود، وأين يمينك وأين القسم، وأين الصفحة وأين غفرانك. دي يا جماعة حبيباتي دي كنت ألفتها وكتبتها في إنسان كان دايما بيكون سخيف مع مراته، مع أخته، مع أمه، مع اللي هو يعني الجانب الأنثوي، فكتب فيها هذه الكلمات، يعني حبيبتي يا من تحملت سخافاتي دون كلل، رسالة حب من أعماق الفؤاد تشتاقك. واخد البال؟ يعني نخش على رقم 6، قصيدة برضو بقول فيها، بخاطب فيها بلدي، بقول فيها ليه يا مصر، ليه يا مصر على ولادك بتقسي، ده احنا ولادك، احنا شبابك،
احنا يا مصر بنحمي ترابك، ولا انت خلاص يا مصر بتنسي؟ ليه يا مصر؟ ليه يا مصر فقدنا أمانك؟ مسلمينك مسيحيينك صوت أذانك مع صلبانك، وحدة واحدة عروبة واحدة. حسي يا مصر بيهم، حسي. دول يا مصر بيبنوا في مجدك، فخرك، عزك، شرفك، عرضك. جواك يا مصر حافظي عليهم، ده انت يا مصر أملك فيهم، من غيرهم لنداكي يلبي. يوم الندى يا مصر يجولك، يوصلوا ليل العتمة بنورك، يزكوا يزيدوا يباركوا ظهورك على كل بلاد العالم باقية. ارخي سدولك يا مصر ارخي. تعبنا يا مصر، تعبنا يا مصر من التسقيف والتهليل والتطبيل. بقوا جلادينك ونخبة ماسكة في ديلك، حلفة لتراث ماضينا تلغي. نفسي يا مصر أشوفك عالية عالية فوق فوق في القمم، وما يتقلش عليكي أمة ضحكوا من جهلها الأمم. يطلع عليكي فجر جديد، فجر وليد، فجر سعيد، وأمل جوه عروقك يسري. ده احنا ولادك، احنا شبابك، احنا يا مصر بنحمي ترابك، ولا انت خلاص يا مصر بتنسي؟ ليه يا مصر؟ دي كنت بخاطب فيها بلدي على على أي وضع ممكن يكون خارج عن المألوف، وضع شاذ، فأنا خاطبت مصر فبقول لها ليه يا مصر. دي كانت برضو من كلماتي رقم 7. في برضو كلمات بعنوان بقول فيها بعد ما أخدت أول سطرين من المتنبي اللي بقول فيهم: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أنا بقى بكمل عليها بقول: كنا لماضينا بالأمجاد مفخرة، قمة تراءت من بعدها القمم. لا تأخذوا الستار لغلظتكم، بالترهيب والتنفير قضت مضاجعكم. الأتقى وأطهر من هذه القسوة دين المحبة والسلام يا عديم الذمم. أغاية السلام أن أبرياء يا أمة جحدت بما أوتيت من نعم، بالإقصاء والتبخيس دام مذهبكم، حتى نعود كالرعيان في الخيم. وقد سفكوا الدماء ففي الجنان حور عين وحدائق غناء، لتنعموا في جنات الخلود بالسلام. تذكروا لا خير في عمار تحت جدار منهدم. أغاية محبتي بالصوت تضربني، أم بالصفع واللطم تعلو بك الشيم. أنا مثلك حرة فلا تعيبني، لست ناقصة فلا تلومني. تبت ولعنت تراخت في وقت حقوقي قبضتكم، واستحللتم دمي بقسوة فاقت ذوي الهمم. ودي يا جماعة كانت كلمات ضد العنف، بقولها في العنف ضد المرأة. بقول فيها ان القسوة واستخدام الغلظة واستخدام القسوة المتعنتة، والقسوة اللي هي المفرطة في التعامل مع الأنثى غلط. لا هناك أديان وصت بكده، ولا أعراف، ولا أجناس، ولا مفيش الكلام ده كله. كل الحاجات دي يا جماعة خارج عن المألوف. احنا لو نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع أحاديث ونتبع القرآن ونتبع كل الحاجات دي، أكيد هنكون في مكان تاني وهنكون في مصاف الدول فهذه كانت كلمات في العنف ضد المرأة اللي أنا بقول فيها أول بيتين من متنبي، وبعدين بكمل فيهم الكلمات اللي انتوا سمعتوها حضراتكم اللي أنا بقول فيها دي: كنا لماضينا بالأمجاد مفخرة، قمة تراءت من بعدها القمم. لا تأخذوا بس هو الواحد مش عايز يقول ولا يذكر الحاجات دي لأن غلط. على هذه المنصة عايزين يكون في السلام، ويكون في الأمان، ويكون في المودة، ويكون في الرحمة. لازم نحاول ان احنا على قدر الإمكان ان يكون في بيننا وبين بعض يا جماعة سلام.
نعيش في سلام ويكون في بيننا وبين بعض مودة ورحمة وحب وألفة وتآلف بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للفيديوهين اللي عدوا معكم أبو آدم وحور، شاعر بوهيمي نوستالجي أعشق كل ما هو قديم. وبالمناسبة دي هنحكي كلمات عن أمل وعمر. طبعا زي ما حضراتكم عارفين درسنا زمان، اللي درسوا جيل الثمانينات المحترم، جيل الطيب الجميل وريحة حلوة، اللي درس أمل وعمر، كتاب أمل وعمر القراءة، كان أمل وعمر وأمل شدت الكرومبة وجي حازم مع عمه مش عارف مين شدوا الكرومبة وطلعوها. فأنا كتبت في أمل وعمر هذه الكلمات اللي بقول فيها: ألف أمل ألف أمل عين عمر، ذاك تاريخا قد عشناه، رسم طريقا للمستقبل يرنو أملا نتمناه. فمعلمتي غرست زرعا أثمر جيلا ما أحلاه، بيد العون مسح دموعا عشق بلادا هي مأواه، يبغي نشر البسمة دوما ورضا الله هو مسعاه. ألف أمل عين عمر، أحلى زمان كان فيه اللمة، أحلى زمان كان فيه اللمة، لمة عيلة مع الأصحاب والفرحة في عيونهم لما نتجمع كده سوا أحباب، الضحكة في عينينا تلالي لو نسمع دق على الباب، أتسابق أنا ويا أخواتي نستقبلهم بالترحاب. ألف أمل عين عمر، وفي رمضان الفرحة تطل لما نسايم الشهر تهل، وعم سعيد بالطبلة ينادي: اصحى يا نايم صلي وكل، جوه فانوسي شمعة تنور، وحوي يا وحوي رمضان جانا، وشارعنا من الفرحة تزين، وهلالنا نور في سمانا، في التراويح الكل يصلي: اغفر وارحم يا مولانا. يا محلى اللمة على الفوازير، يا محلى اللمة على الفوازير، فطوطة ونلي وشريهان، بوجي وطمطم والحواديت، والله زمانهم أحلى زمان. ألف أمل عين عمر، وعم فؤاد أو لف بلاد جاب معلومة في كل مكان، لو بإيديا أرجع تاني أفضل طفل وأقول ألحان، وبشوقي أستنى الفسحة وأفرح وأصرخ وأجري كمان، بس خسارة الفرحة هي ضاعت، ولا فيش فرحة زي زمان. أشكركم يا جماعة، أنا عارف إن أنتوا بتحيوني وعارف إن أنتوا مبسوطين بهذه الكلمات الجميلة الأخاذة اللي هي طالعة ونابعة من وحي خيالي ومن نبعي. ويعني أنا إنسان عاشق لكل ما هو قديم، عاشق للتراث، عاشق لكل ما هو بديع محترم طيب مسالم. أمل وعمر يا جماعة دول من الكلمات ومن الكتب اللي لا يمكن ولا يغفل عنها الإنسان، ولا يمكن إنها تتنسي يا جماعة. أمل وعمر دول كانوا عبارة عن يعني حاجة كده زي بوجي وطمطم، زي يعني تاريخنا. أمل وعمر دول تاريخنا. يعني لما احنا نشأنا على هذه الكتب ونشأنا على هذه الدراسات ونشأنا، وفي جيل كبير يا جماعة تتلمذ على يد أباطرة وأساتذة عظماء، منهم اللي طلعوا دكاترة ومهندسين وضباط ورجال دولة يعني. ويعني شيء جميل خالص إن الواحد يعني يفخر ببلاده. نكمل يا جماعة مع بعض القصائد الشعرية اللي أنا كاتبها من تأليفي، وهنيجي نتكلم دلوقتي عن حادثة حصلت بتاريخ 27/10/2016. هي خاصة بيا، شديدة الخصوصية. هذه الحادثة يا جماعة حصلت بتاريخ 27/10/2016 في سيل البحر الأحمر، مدينة رأس غارب في البحر الأحمر. حصل سيل كبير، سيل ضخم نزل على المدينة بتاعتنا، وفي هذا السيل
رحل والدي عليه رحمة الله إلى فسيح الجنان إن شاء الله بإذن الله، شهيدا بإذن الله رحل. فكتبت فيه هذا الرسالة يا جماعة اللي بقول فيه: أبي الحبيب، بحثت في بحور الكلمات فلم أجد فيها ما يملأ شغفي كي أرثيك به، فاخترت أن أكتب كلمات رثائك بنفسي، فلن يشعر بالنار إلا من اكتوى بها، وها هو أحب الشهور إلى قلبك يدق أبوابنا، سيأتي وسيمضي دون أن نشعر به بدونك، فقد كنت دائما وأبدا عطر هذا الشهر الكريم وفاكهته. رحلت عنا جسدا، ولكن ستظل ذكراك العطرة محفورة في قلوب أحبائك مهما مر على فراقك من الأيام والسنين. إلى روحك الطاهرة يا خالدا في قلبي مدى الدهر، أهديك أبياتي التي كتبتها بماء العيون. أيا من فارقت دنيانا على غفلة منا، قد ضاعت في غيابات رحيلك أحزاني، أرى طيفك فأموت ألما وكمدا، فأسأل صبرا ممن بفراقك رماني. اشتاقت نفسي لرؤياك فرفقا بمعذب، من بعد حضنك الحاني شوك ملا أحضاني. أناجي خيالك الغائب الحاضر دوما، حتى طال سهري وأجهدني وأعياني. أيا راحلا عنا تمهل، فالحنين أخاذ والقلب موجوع، ودمع العين قد فاض بعد كتماني. كيف وأين السبيل لوصلك إلا بالموت، ومن يخبرك أيها الموت عن عنواني. أسدل الستار الآن على الشهيد فقد رحل إلى غفور رحيم وجنة ذوات أفنان. أبشر يا شهيد السيل، أبشر برحمة وغفران وجنة ملئت بروح وريحان. قد قال رب العزة في علاه: افتحوا أبواب جنة الخلد للغرقان. قد اصطفيت عبدي بعد أن أتاني حاجا، فاخترته طاهرا خاليا من الآثام. لا يزال القلب منشطر، لا يزال القلب منشطر والجرح غائر، ورمضان أقبل والحزن ينهش وجداني. أدعوك ربي أن تنر قبر الشهيد بنور منك، وألهمنا صبرا ينسينا حزنا أضنى أهلي وأحبتي وأضناني. في رحاب الله يا أعز الناس نلقاك، مع المصطفى عليه رضوان الله في أعلى الجنان. ربي أعلم يا جماعة، أنا ألقيت عليكم هذه القصيدة لأول مرة، وفي كل مرة كانت عيناي تدمع وتبكي من الحزن والحسرة والقهرة على رحيل والدي أعز الناس إلى قلبي. ولكن عزائي الوحيد إن هو في الجنة بإذن الله تعالى، استنادا إلى قوله تعالى: من مات غريقا فهو شهيد، من مات غريقا فهو شهيد. وأنا إن شاء الله يا جماعة والدي بإذن الله تعالى وبرحمة ربي وبغفرانه في الجنة، لأنه كان رجلا صادقا عطوفا محب، كان رجلا صالحا في وجهة نظري عجزت النساء أن يلدن مثله. أبي من وفر لي بيتا وسيارة، أبي الحبيب الذي ما زلت أفتقده بشدة، أفتقده كثيرا، أفتقده بحزن وبشغف وبفرحة وبلهفة. أبي الحبيب الذي رحل عنا بتاريخ 27/10/2022
2016 تاركا وراءه إرثا من المحبة والرحمة والغفران والألفة والتآلف والإخوة بسم الله الرحمن الرحيم. وعودة جديدة استكمالا لما بدأنا معكم. أبو آدم وحور، شاعر بوهيمي نوستالجي، أعشق كل ما هو قديم وكل ما هو أخاذ في عالم الفن وعالم الثقافة والمعرفة. ولازم يا جماعة يكون في نصيب لأهل القدس وأهل فلسطين، أهالينا هناك، من أشعاري. فأنا كتبت فيهم بقول إيه؟ بقول الأجلاء حكامنا الأجلاء، من فلسطين أتيت أبث إليكم مآسيها، ونفوسنا ما بين القبول والرفض حائرة. يا أمة الأمجاد متى تفيقوا من غفلتكم؟ كانت تذعن إليكم رقاب المشركين صاغرة. أفيقوا وعودوا بمجد عروبتكم كما كانت أيام خالد وعمر وفارس الهيجاء حيدرة. بلاد المسلمين لم تعد بنخوتها بعدهم، كأنهم لم يقرأوا ولم يسمعوا عن خيبرة. دفنوا رؤوسهم في الأرض كالنعام، فأصبحنا كأننا لا نسمع ولا نرى. فلسطين استغاثت، فلسطين استغاثت، فلسطين استغاثت، وصوتها لم يسمع. هبوا إليها ولا تكونوا حمر مستنفرة. أفيقوا من سباتكم يا أمة الله، وحافظوا على دين الإسلام فإسلامكم جوهرة. تحية كبيرة إلى كل أهالينا في القدس، أضاح الله عنكم الهم والغم والبلاء. كلمات تانية يا جماعة بقول فيها: ربي إني أتبرأ إليك من كل خاين فاقد الإحساس. أنت وهو وهي وهم، اجمع عندي كل الناس. كله يقوم من النوم على بطنه، عروبتنا خلاص بقت تنداس. سطر يابا وسجل ذلك، واكتب يا ابني في الكراس. يلا كله يصور عن نخوة، يلا كله يغير فيسه، وانت كمان غير بروفايلك. شاركوا يلا في الهيصة، هيسوا علي أدانك فوق المنابر. هدد، وعد، اصرخ، ندد، احشد جيوشك، اطلق وحوشك، ودق يا كنايس لجراس. يلا يا بيه، يلا يا هانم، اعلنوا حالة من الحداد. اصرخوا سمعوا كل العالم، ارهاب الفكر لازم يتباد. وارجع كمل نوم على بطنك، والعب لعبة كاندي كراش. شيد حصونك وابني في مجدك. في القدس ماتوا ملايين الناس. تحية أخرى إليك يا قدس، وإلى كل أهالينا في الأقصى الحبيب. أضاع عنكم الهم والغم والبلاء والوباء، ورحم الله شهداءنا. واحدة بقى تالتة بقى نقول فيها ايه؟ بقول فيها: في قصة موتك يا شهيد، في قصة موتك يا شهيد هنحكي حكاية وراها حكاية. حكاية بلد مات فيها الولد، وموته كان للكل رواية. رواية كاسي بدنها الوجع، زي ما كست النار الجدع. سابت قهرة ومر وحسرة، وجرح كبير في القلب جديد. في قصة موتك يا شهيد قصة شافها كل العالم،
المسافر والمهاجر، القريب والغريب، السمات فيها الضمير، من كبيرهم للصغير عار كبير لطخ جبينهم، فاتلهم خزي ووعيد. قصة موتك يا شهيد فيها عبرة مستفادة، فيها جنود ماتوا في كتيبة، فيها نار ما فرقتش بين ديانة أو عبادة. ما هو الغريق زي الحريق وكلها أسمى شهادة. قصة موتك يا شهيد قصة محمد وقصة بيشو، قصة طالت كل ولادك اللي خلاص سلم في جيشه، واللي سارح لأكل عيشه، واللي متغرب بيدرس فلاح كان أو من الصعيد. قصة موتك يا شهيد قصة بتحصل كل يوم، شعور بالخيبة، شعور بالندم، شعور بعتاب وملامة ولوم، ويفضل رحيلك وصمة ألم ولا تمحيها حسرة وندم لكل ناسك ومحبينك. قصة حزينة في كل بلادنا وعلى أراضينا، قصة حزينة هتحكي ماضينا، شهيد بيغسل شهيد بيكفن شهيد. شكرا يا جماعة، وآسف للإطالة، وآسف إن أنا يعني استنفذت طاقتكم، ولكن القدس لها منا كل احترام وكل تقدير، وشهداؤنا الأبرار لهم منا كل محبة وكل مودة وكل ألفة. أنتم في جنان الخلد بإذن الله تعالى، استنادا لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ماشي يا جماعة، نغير المود وندخل على كلمات تانية عن أكل العيش. بقول فيها: أكل العيش مر وعلجم، في طاحونة داير بتألم، صبح نهاري في دوامة، من الصبر بفهم واتعلم. يا موجة قولي لأحبابي سامحوني طولت غيابي، يا نسمع عدي ووديني الشوق قتلني ولا اتكلم. للقلب ألف جناح وجناح، ليلاتي سهران كده سواح، لافف وداير طولها بعرض، بتمنى يجي في يوم وارتاح. قالولي حبل الصبر طويل، بكرة الضحكة مع المواويل، بكرة الحضن الدافي ينسي هم في يوم على القلب تقيل. قلت يا صحرا نهايتك فين، يا رملة صبري سلف معدين، يا نجمة شهدة وسرحة وسكتة، قوليلي بس السكة منين. ودي يا جماعة كلمات كانت عن أكل العيش لأي حد مغترب، أي حد مسافر بعيد عن أهله، عن وطنه، عن أحبابه، عن مراته، عن ولاده، عن أمه، عن إخواته. بهديله هذه الكلمات يعني اللي أنا بقول فيها أكل العيش مر وعلجم. طيب يا جماعة، نقول برضو كلمات تانية بقول فيها كتبت بقول لوالدي برضو عليه رحمة الله، كلمت برضو بقول: كنت أتساءل دوما لماذا يختار الموت أجمل من فينا، ولكنني وجدت الإجابة مؤخرا في كلمة لأحدهم: لقد اجتازوا الامتحان ببراعة فأصبح بقاءهم مستحيلا. ما زالت صورة وداعك الأخيرة في ذلك اليوم الحزين اللي احنا اتكلمنا عليه 27/10/2016 تحرق قلبي يا أبي. يابا من بعد فراقك طعم الحياة بقى مر علجم، مر ومرار ملناش اختيار، قدر مكتوب ولا نقدر نتكلم. فراقك يا ابويا صبني وحشايا، وألم غيابك ضربني في مقتل، سابني عاجز، سابني مشلول، سابني يابا مشتوه وبتململ. وهحلت يا ابويا بحزن ذكرى مأساتي، كنت شمسي، كنت ضلي، كنت يابا كل حياتي. كل لما تيجي سيرتك يا ابويا وابص في عين امي واخويا، اشوف الحسرة يصيبني الحنين على ايامك والسنين، على ضحكك، على ضحكك، على همساتك، على سهرك، على حكاياتك، على لمتنا حواليك يا ابويا وهي راحت معاك
والكل اتألم، على الماضي على الأحزان، على فرحك لفرح زمان. كنت ملاذي وقت الضيق وهم في بالك وقت النسيان، ولما الدنيا تخبط فيا وكتير يا ابويا بتيجي عليا، عارفك في ظهري سد منيع. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدنا إليكم مرة أخرى. كان معكم أبو آدم وحور، شاعر بوهيمي نوستالجي عاشق لكل ما هو قديم. تعالوا بقى مع بعض هنحكي كده يا جماعة فولكلور حلو كده من تأليفي بعنوان الخال. والخال ده خالو ناصر، إنسان بحبه عزيز على قلبي. كتبت فيه هذه الكلمات اللي بقول فيها: اوعاك في يوم تقول غير اللي قلبك يحسه. يعني لا تنافق ولا ترائي ولا تركب في يوم موجة، ولا تمسك لك طبلة معوجة، ولا تهيج مع الهوجة وتقول نفسي ونفسه. اوعاك في يوم تقول غير اللي قلبك يحسه. وسط الصراع في الدنيا لازم يكون لك كبير في الأخلاق، كبير في المقام، كبير. وانا كبيري هو خالي. والخال كلمة ما هياش على الورق، الخال كلمة ما هياش على الورق. الخال مسيرة حب وعشق، دم وعرق. وسط الأزمة والاحتياج راجل سند عضد، يا ريت من بعده نلاقي نصه. اوعاك في يوم تقول غير اللي قلبك يحسه. ناصر اسمه ربي على مسمى، ناصر نسر جارح غرد وغنى، ناصر فاعل ومرفوع بالضمة، وبالضمة حضنه يساع ملايين. قال انه محترم جواد كريم، بطل رواية من 1000 ليلة، عاشق جذور وتد لعيلة، مخلص رؤوف عظيم كيانه. تعالوا يا خلق العمار بصوا، اوعاك في يوم تقول غير اللي قلبك يحسه. دي أقل شيء يا خالي الواحد ممكن يهديها لك، لأنك إنسان عظيم الشأن، وإنسان كبير المقام، وإنسان محترم ومخلص وطيب وحنون وكبير بمعنى كلمة كبير. اوعوا يا جماعة تكونوا فاكرين ان الكبير ده هو اللي كبير سنه بتاع، لا. الكبير ده كبير باحتوائه للناس، كبير باحتوائه للناس، كبير بحبه وعطفه على الضعيف، على الصغير، كبير بعطفه على يعني لما تيجي كده الكبير ده، اصل الكبير ده مش كلمة وبس يا جماعة، لا. الكبير ده ما خدش الصفة دي إلا لما يكون عدى على مراحل وتعب في هذه الحياة. فكل شكر ليك يا خال، وكل محبة حبيبي، وكل احترام ليك. برضو خالو ناصر تاني، برضو أنا عملت فيه شعر تاني برضو بقول فيه، كان كلمات برضو زي اوعاك في يوم تقول غير اللي قلبك يحسه. كانت اول واحدة برضو من تأليفي وكلماتي، بقول فيها برضو في الكلور صعيدي برضو يا جماعة. وممكن نغير برضو المود يا جماعة شوية برضو عن الخال وكده. كلمات برضو شعرية بعنوان استحموا، حاجة خفيفة كده لذيذة. بقول فيها: استحموا فقد خلق لنظافتكم الماء. استحموا فقد خلق لنظافتكم الماء، وضعوا مذيلا للعرق يرحمكم من الهجاء. ليس من الدين أن تكون رائحتكم وسخة، استخدموا أكس أو فا كي تستحقوا الثناء. طهارتكم ليست مقتصرة على المواسم، فرض الحموم على أيام الأسبوع
سواء، ولا تقنعوا أنفسكم أن رائحتكم جميلة، فالدواب إن شمت نفسها لماتت والله من الإعياء. استحموا واغسلوا أسنانكم بالسجنال 2، وقوا أنفسكم فالوقاية خير من الدواء. استحموا ولا تسلموا على أحد وأيديكم يملأها العرق، فالعرق مبغوض بلا استثناء. تشوري يا أختاه بالشامبو والشاور جل وضعي، بعد الحموم بودرة وفيبكس وريكسونا زرقاء. أرجوكم استحموا وضعوا على أجسادكم نيفيا لوشن ليسعدوا أمواتكم قبل الأحياء. استحموا فالأديان بمذاهبها قد وبخت المعفنين، قد وبخت الجربانين، قد وبخت المتشردين، وموسى وعيسى ومريم العذراء. أبتغي والله بنصحكم مرضاة ربي، فالقاع قد ازدحم. استحموا بقى وارحموا من هذا الشقاء. حاجة هزلية كده حلوة كده بعنوان استحموا، ليها تكملة تانية بقول فيها هاتوا شابة، دي حلوة الشابة، وحطوها في بطكم، هتعمل ريحة جميلة بديعة وهتسد مسامكم. أصل ريحتكم بقت نفاذة بتعمي في عيوننا، والهوا بيطير على قمصانكم يشممنا عرقكم. الجو ده مش ناقص خنقة، حرام فين إحساسكم. حسوا يا ناس بعباد الله، كرهتونا حياتنا. ايه ذنبنا لما مواصلاتنا بتكون مكتومة، وفي الأتوبيس والجيم تفاعلت بصلة مع التومة. هو يا ناس أماكنكم وافتحوا الشبابيك، واعملوا فينا معروف وأكيد هتلاقوه في ولادكم. واغسل يا ابن سنان أهلك قبل ما تطلع من البيت، هتلاقي الدنيا جميلة وحلوة، طيور هتغنيلكم. دي يعني برضو كلمات يا جماعة كانت بعنوان استحموا عن النظافة، وعن يعني المفروض ان يا جماعة النظافة دي شيء جميل. إنسان لازم يكون ريحته حلوة، منظره يكون جذاب، يعني يكون غاسل أسنانه، يكون مسرح شعره. هذه الأشياء يعني يا جماعة، يعني النظافة الشخصية للإنسان ده شيء جميل. يعني النظافة من الإيمان يا جماعة، وانت تؤجر، تأكد ان انت بتؤجر على هذا الموضوع. يعني لما تغسل أسنانك وتغسل جسمك كده وتتشور بالجل وبدا انت بتؤجر، بتاخد ثواب في الناس، وبتاخد ثواب، والناس يعني بتنظر إليك نظرة حلوة، نظرة جميلة يعني. لكن على عكس ما يكون مثلا انت فيك ريحة من العرق أخاذة ونفاذة، هذه الرائحة يا جماعة بتدخل على الأتموسفير بتعمي الناس، يعني بتعمي الناس وبتخلي الناس في حالة كده، ممكن تصيب الناس في حالة من الغثيان وحالة من القيء. وليه يعني؟ هو الموضوع كله يا جماعة مش مستاهل يعني. ماشي يا جماعة، احنا نغير برضو المود ونخش برضو على مر عام. كلمات برضو كتبتها بقول فيها مر عام على فراقهم، ولكل نفس موعدها. شهداء وسيعرفون من النور بسيماهم. مر عام اختار لنا فيها الدهر بعد جمعنا الشتات. مر عام ولله في خلقه شؤون ودلالات. مر عام ولولا حرارة القلب ما سال دمع على الخد، ولأنت الجدران حزنا لذكراهم. مر عام اختار لنا فيها الدهر بعد جمعنا الشتات. مر عام ولله في خلقه شؤون ودلالات. مر عام وما زال الخلق يهابون جرحا آخر، أقدار مقدرة لو أراد الله الفناء لأفناهم.
لنصبرن على حكمك يا إلهي في القضاء، ولنمنين النفس في أحلامنا برؤياهم. طمئنوا الآن نفوسكم من قلقها وارتاحوا، قد غابوا عنا على غفلة أعز الناس وأنقاهم. مر عام الآن على رحيلك يا أبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعودة مرة أخرى مع أشعاري وكلماتي وكل ما هو نابع من داخلي، بهدهولكم بكل حب، بكل فخر، بكل احترام. كان معكم أبو آدم وحور، شاعر بوهيمي نوستالجي أعشق كل ما هو قديم. هنقول دلوقتي مع بعض يا جماعة الرحيل. والرحيل دي كلمات كتبتها في فراق الصديق، بقول فيها: عمر طويل أيام عشناها، عمر طويل أيام عشناها، وذكريات عايشة ومحفورة. في كل حيطة وكل جدار بلاقي صورتك فيها مرسومة. هنا لعبنا، هنا أكلنا، هنا ضحكنا وقلنا كلام. ولما وقت الشدة وصبني كنت يا صاحبي سند ووسام. كتاب حياتي تلاقيه مقسوم عندي وعندك زيه تمام. فاكر يا صاحبي، فاكر يا صاحبي يوم لقانا فرحتنا جوه قلوبنا تبان؟ ولا في يوم ما كان فسحتنا وفلوسي خلصت وانت كمان، ومشينا كله عاش على ذكرى راح تتخلد في الوجدان. روح مقسومة بين جسدين، ضحكة وفرحة ما بين قلبين، يوم لقياهم فرحة وعيد، أجمل ذكرى ما بين الاتنين. مرت سنين والود يزيد، نظرة عينين ونبض في وريد، وحروف بتترجم لكلام. شبه الروح بقى بينا كبير، والدم مخلوط بالأحلام. وبعد كل ما بينا تفارق وتروح بعيد والبعد مفارق، ألاقي فين ضحكتك الصافية؟ ألاقي فين القلب الرايق؟ أشكي لمين أنا وأقول وأحكي؟ ومين في جراحي يضربي وأنا ببكي؟ هتروح بعيد خد قلبي معاك، يا إما تفضل وأنا وياك. سلام يا صاحبي، سلام، ومهما فصلتنا حدود هتفضل حبيبي، هتفضل صديقي، هتفضل ذكرانا عايشة معانا، وأمل كبير ووعود وعهود، وحب فتلي وسبلي الحزن. هنعمل ايه اهو ربك موجود. نعمة الصداقة يا جماعة على الإنسان نعمة كبيرة وعظيمة. كل واحد له صديق يا جماعة يمسك فيه بإيده وسنانه، ما يفرطش فيه. ما يعملش يا جماعة زي ما أنا عملت عشان ما يفضلش يعاني فراق الصديق وفراق الحبيب وفراق رفيق الدرب. أنا كتبت في فراق صديقي يا جماعة الرحيل 1 و2 و3. قلت أنا ألقيت على مسامعكم الرحيل 1، أقول لكم رحيل 2. بقول فيها: بتعرف تعد لغاية كام؟ بتعرف تعد لغاية كام؟ طب عد معايا بسرعة أوام. سنين ومرت زي البرق، سنين وقول عليها أيام. 5 10 15 سنين من العمر وراحت، رسمنا على جبينها أحلام. قاعد جنبي وكتف بكتف، تفهم عيني لما ترف، قبل الكلمة ما تطلع مني طايرة بسرعة زي يمام. بتعرف تعد لغاية كام؟ بص في دفترنا ده هتلاقي حب وود، ما هو ده الباقي. مهما هتبعد برضو حجيبك بستاني والودك ساقي. أصل القلب مدام موصول مش محتاج أبدا لسام. على جدار الذكرى محفورة كلمة وحكمة وغنوة وصورة. كلمة لما في يوم عشناها، وكلمة أنا وانت معناها، وغنوة جميلة معاها الصورة. فيها 2 سوا متعهدين تفضل صداقتهم في وقام. في عقلي وبالي هتفضل دايما صاحبي حبيبي ودراعي الأيمن،
خسرت 2 والاتنين أيمن. خف يا زمني، حن يا زمني، كفاية بفراق حبايبي تألمني. كل اللي حبوني في الصورة راحوا، فاتولي ألم الجراح وفراقه. خدوا حياتي لو ترتاحوا، وودوا لحبايبي مني السلام. بتعرف تعد لغاية كام؟ دي يا جماعة كانت الرحيل 2 برضو في فراق الصديق والحبيب والعزيز ورفيق الدرب. نغير يا جماعة المود من الرحيل وكفاية حزن، ونقول مثلا كلمات تانية يا جماعة بعنوان برضو يعني هي حزينة شوية بس يعني حلوة. يعني بقول فيها: يا ورد جوري عبير بيفوح، عاش معايا مطرح ما بروح، جوه القلب كنوز مدفونة، نفسي أفضفض بيها وابوح. أولها عن أهلي وناسي، أصل العيلة هي أساسي، وحب العيلة فرض وراثي، بكلهم في قلبي قبل الروح. يا ورد جوري عبيره بيفوح، هات الكورة خده بصيها، جوه الشبكة أوامر ميها، يلا يا أخويا وانت صاحبي، وادي الضحكة كمان عليها. الجار كان بيخاف على الجار، لو تأذيه بتولع نار، بيته ده بيتك عرضك عرضه، حاكم الجيرة حش عشرة وأسرار. يا ديار بكيت سكانها، فين أيام كانت معمورة. يا زمان مخلص فنان، يرسم غنوة وينحت صورة، مهما تمر عليه أزمان، جوه القلب كنوز محفورة، مرة بتطبع ضحكة جنان، ومرة دموع تنزل مسطورة. دي برضو كانت يا جماعة كلمات برضو في الأهل والأحباب. رحم الله الأهل وأعذنا الله بالأحباب يعني، ومن بقيوا معنا. كلمات برضو اسمها ورد جوري. في برضو يا جماعة كلمات بقول فيها عن الجحود، يا جماعة، وعايزكم تركزوا فيها إنها كلمات عظيمة برضو من نبع خيالي ومن نبع وجداني. بقول فيها: لم يكن الجحود يوما في حياتي مبدأ، لم أظلم ولم أقسو ولم أحقد ولم أبدأ، بالطيش والشر والغل والهجران، لأهلي وأحبابي هنيئا أخرجتما الأسوأ، قدمت قلبي إلى الأحباب قربانا، فيض مشاعري صار مع الأيام ألحانا، فلما تمكن الود من الأحشاء قاطبة، ذاق الفؤاد من الأهوال ألوانا، قد كنت دوما وقت محنتكم المربى، غرس الجفاء أحال الورد أشواكا، قتل المحبة أجاذت دموع أنهارا، تبكي بلا انقطاع على قوم دقوا نقوص الظلم أعواما وأعواما، سرا وعلنا جحدوا الملاذ والملجأ. ما كنت يوما للوصال قطاعا، ما تجرعت أبدا إلا المرار أقداحا، أنا من كان يبني للمحبة جسور، أنا من كنت أخلص وأوفي وأثور، أنا المحب الزاهد فيكم مر العصور، كره وخان وحقد وهدم، كل القيم باتت تحت أقدامي مرفأ، لم يكن الجحود يوما في حياتي مبدأ، لم أظلم ولم أقسو ولم أحقد ولم أبدأ. دي برضو يا جماعة كلمات كان الواحد برضو كتبها برضو في الجحود، جحود الأهل وجحود الأقارب وجحود يعني الناس اللي انت بتخلص ليهم وبتحبهم وبتوفلهم، وعلى النقيض بتلاقي منهم كل غدر كل خيانة وكل وقيعة. نختم بقى يا جماعة كلماتنا بقصيدة برضو كتبتها بقول فيها: خاينة واللي يخون حبيبه ما يتبكيش في يوم عليه، اللي حبه قلب طاهر خدعوا خانوا وهم المظاهر، غدره حقده ما كانش ظاهر بس ربه كان أعلم بيه، خاينة واللي يخون حبيبه ما يتبكيش في يوم عليه. الحقيقة مهما غابت مهما طمستها الغشاوة،
مهما مر عليها سنين، مهما خدنا ليها الحنين. في لحظة فوق اصحى لظنونك، الاستمرار شيء من الغباوة، والحياة نبكيها ليه؟ خاينة واللي يخون حبيبه ما يتبكيش في يوم عليه. خاينة والخيانة طبع بيكسبوها من غير مزاد. خاينة والإرادة وضع ما يفش بيها غير الشداد. خاينة لربك وللعباد، خاينة وكرهي ليكي زاد. خنتي قلبي بدم بارد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعودة معكم أبو آدم وحور، شاعر بوهيمي نوستالجي عاشق لكل ما هو قديم. والآن مع النهاية بقى هنفنش عشان خاله ما يزعلش. في الكلور تاني صعيدي بقول فيه: لو قالولي في يومي اشعر في حب مين تقول موال، أنا قلت أصل شعري هواية مش وسيلة لجمع المال، ولا التودد ولا المداهنة ولا التمعرض ولا المسالمة، فالكل مصيره للزوال. ورضا الناس عمره ما كان مسعايا دايما ذو الإجلال. وإن كنت ناوي أقول ورحرح واوصف أفاضل الرجال، مفيش قدامي غير الكبير، والكبير كبير مقام، كبير كلام، كبير أفعال. لما أحط كل دول قدامي وتبدأ الناس توزن كلامي، يقولوا لي بس في الحروب ماتوا الرجال، أقول لهم أيوة بس انتوا برضو ما شفتوش الخال. سلام خالو.